مع نادي الشباب. نعم، حسن رستم البلوشي المدرب الوطني. هذه المباراة رقم 19 بالنسبة لحسن رستم، 9 انتصارات، 3 تعادلات، 6 هزائم، والمباراة 11 له هذا الموسم في بطولة الدوري. وبالتالي هنا لاحظ الكرة الماضية ولاحظ الدفعة التي كانت حاضرة في اللقطة الماضية وفي اللعبة الماضية. هنا لدينا خطأ الآن سيكون حاضرا لمصلحة نادي الشباب مرة أخرى، مكونة من 3 لاعبين من لاعبي نادي ظفار. بلعوبة مرسولة، الله 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 الله، جول للشباب. يسجل الشباب من الضربة الحرة عن طريق مصعب المعمري، عن طريق مصعب. نعم، يتقدم الشباب ويسجل الهدف الأول بعد محاولات ومحاولات، لكن مصعب عرف طريق الشباك وسجل أول الأهداف، أول الضربات في هذا اللقاء، في هذه الأمسية. نعم، هذه الكرة التي اصطدمت في الحيطة البشرية فغيرت المسار ووصلت إلى مكان الأمان ليعلن نادي الشباب عن التقدم بالهدف الأول. يا له من هدف جميل، ويا لها من تسديدة، ويا لها من قذيفة تسكن في شباك مازن الكاسبي. هدف يسجل لمصعب، إذا مصعب يسجل، وبالتالي الصقور يحلقون وبالهدف يحتفلون، ومصعب يعود لأن يسجل مرة أخرى. مصعب المعمري فنجة ونادي الوحدة، تلك المباراة وتلك المواجهة التي ستكون حاضرة بحول الله تعالى في يوم الجمعة. ولكن هنا الكرة، المحاولة، ولكن الإبعاد، التسديد، الله 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 الله، جول يسجله بشار البلوشي ويسجل ثالث هدف له في هذا الموسم. بشار البلوشي يستغل الكرة الماضية ويستغل الخطأ الدفاعي ويسجل في مرمى مازن الكاسبي. خطأ آخر من دفاعات الزعيم، لكن بشار يسجل الآن ويحلق بنادي الشباب إلى المركز الثاني بتسجيله لهدف ثاني في هذا اللقاء. هنا الاستلام، ثم بعد ذلك الخطأ من عمار، ثم تسديدة بشار التي جاءت بالبشرى، جاءت بالبشارة لجماهير الشباب بهدف ثاني. هنا استلام ثم خطأ فتسديد فكرة في الشباك، معها ثاني الأهداف، معها الفرحة الثانية، معها هدف آخر يأتي في الشوط الثاني. بشار يسجل والشباب يتقدم وبعدها يحتفل، هدفين مقابل لا شيء.